اللي في الصورة دولت ما تستهونش بيهم، لانه خلى المنوفية تعيش في رعب سنة 2003. واللي هحكيه النهاردة محتاج حد ما بيخافش عشان يقدر يكمل الحلقة معانا. وقبل ما اخش في الموضوع محتاج اشكركم على التعليقات الحلوة الجميلة بتاعت حضراتكم، ودي اللي مخلينا اكمل في المحتوى وبتديني دافع. ما تنساش تعمل لايك واشتراك بصبعك الجميل ده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كوثر وسعدية الاتنين اخوات عملوا حالة من الدجل والرعب في محافظة المنوفية سنة 2003. والحكاية بدأت لما كوثر وسعدية ابتدوا يشتغلوا في الدجل والشعوذة، وحولوا بيتهم لوكر، أوضة يقابلوا فيها الناس، وأوضة تانية يمارسوا فيها الأعمال السفلية والسحر، وأوضة تالتة مليانة عظم ودم وطلاسم لطقوس ممارسة السحر السفلي الأسود. وناس كتير قالوا اللي هم عملوا تحالف وصفقات مع الشيطان، وإنهم كفروا والعياذ بالله، لدرجة إن كوثر بقت تقول للناس اللي هي متجوزة الشيطان وبقت مراته. وطبعا قدروا يضحكوا على أهالي القرية ويدخلوا في دماغهم كلام السحر والربط والأعمال علشان يستغلوهم وياخدوا منهم فلوس، لحد ما قابلوا راجل جزار متجوز من المنوفية. وهنا بقى نبدأ نقول القصة. الراجل الجزار ده اللي دخل عندهم كان راجل معروف اللي هو كويس وسمعته كويسة، لحد ما دخلوا في دماغه اللي مراته عامله له سحر وعامله له ربط. الراجل هنا دفع لهم كل اللي وراه وكل اللي قدامه، وحاله اتغير خالص وبقى مديون وما بقاش مركز في شغله خالص. وبقى كل اللي بيعمله دلوقتي اللي هو بقى يجري ورا كلام دجالتين زي كوثر وسعدية. ولما الناس اللي حواليه نبهوه ان هو من ساعة ما عرف الاتنين دولت وهو حياته اتدمرت وباظت مع مراته اكتر من الاول، بدأ يكرههم وبقى يجيله كوابيس ان هو لازم يخلص على سعدية وكوثر اللي نصبوا عليه باسم الدجل والشعوذة. وبدأ يفكر ان هو لو سرق الذهب بتاع سعدية وكوثر هيقدر يسدد ديونه، وانه من حقه لانهم هم نصبوا عليه. وفعلا كان في القاهرة وسافر للمنوفية وراح بيت كوثر وسعدية، والكلام ده كان ساعتها الساعة 6 الصبح، وخبط على الباب، واللي ساعتها فتحت له في الوقت ده كانت كوثر. ودخل البيت وكان ساعتها مخبي سكينة الجزارة اللي هي الحامية تحت الجلابية. وأول ما كوثر لفت ظهرها شعبان راح مخلص عليها. ولما سعدية أختها سعت مفزوعة من اللي هي سمعته ما لحقتش تهرب وتجري، راح شعبان مخلص عليها هي التانية جنب اختها. وشعبان هنا ما حسش بنفسه الا وهو بيذبحهم. وكوثر وسعدية في الوقت ده كانوا لابسين اكتر من 30 غويشة وخواتم كتير. بس لما جه شعبان يقلعهم الذهب من صوابعهم وايديهم معرفش يقلعهم علشان كان ساعتها في تورم في الجسم، ودي حاجة بتحصل احيانا بعد الموت. بس شعبان عمل اللي بيعمله في المحل بتاعه، واللي هو بيستخدم اساليب الذبح تحت الجزارة زي ما بيذبح البهايم. مسك السكينة وقطع ايديهم اللي فيها الغواش والخواتم وحط ايديهم جوه كيس بلاستيك وخدها ومشي، وخرج علشان خاطر يعرف يقلعهم الغواش والخواتم براحته. شعبان كان عامل حسابه وكان لابس جلابيتين فوق بعض. قلع الاولانية اللي اتوسخت واتلطخت بالدم، راح ماسكها مطبقها ورماها في المصرف اللي في القرية مع الكفين بعد ما قلعهم الذهب. كان ساعتها مخطط ومرتب لكل حاجة، ورجع بسرعة القاهرة وقعد مع ناس يعرفهم علشان يكون دولت الدليل لو البوليس فكر اللي هو يحقق معاه. ولما الناس في القرية اتفاجئت بموت كوثر وسعدية بالطريقة البشعة دي بلغوا الشرطة، وابتدت رجال المباحث تحقق مع كل الناس اللي ليها علاقة بكوثر وسعدية. وهنا رجال المباحث شكوا في شعبان بسبب خبرته في الذبح، وخصوصا انهم شافوا اللي حصل لكوثر وسعدية، وطبعا بعتوا جابوه علشان خاطر يحققوا معاه. وطبعا في اللحظة دي كان شعبان مستعد وطلب شهادة الناس اللي هو بعد موتهم راح قعد معاهم اني ما عملش اي حاجة خالص، وكان قاعد مع الناس دي واللي هو ما اتحركش في اي حته. بس لما رجال الامن ضغطوا عليه في التحقيق شعبان انهار واعترف بكل حاجه. وهنا شعبان في المحكمه قال للقاضي كنت فاكر ان انا لما اذبحهم السحر هيتفك وهعيش مرتاح تاني، دول خربوا حياتي يا باشا وانا مش ندمان على قتلهم. المحكمه في النهايه ما اقتنعتش بكلامه
وحكمت عليه بالإعدام. بس أهل القرية في المنوفية بعد موت كوثر وسعدية حسوا براحة، وخصوصا بعد ما خربوا بيوت كتير أوي في القرية وخارج القرية كمان، وعملوا مصايب بالسحر والشعوذة اللي ما نفعتهمش في الآخر خالص. ويبقى أنا كده خلصت القضية بتاعتي. ولو عجبك القصة ما تنساش دلوقتي تعمل لايك وتكتب كومنت جميل. ولو انت اول مرة تتابعني ما تنساش دلوقتي تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانتظروني ان شاء الله في القضية الجاية، قضية قوية قوي. سلام.